السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلقى اليوم فريق مانشستر سيتي خسارة جديدة أمام أستون فيلا بهدفين لهدف واحد، وهكذا أصبح ترتيب فريق مانشستر سيتي السادس مؤقتا، وممكن ينزل في جدول ترتيب أكثر بعد نهاية الجولة. جماهير مانشستر سيتي مستاءة جدا من الوضع الذي وصل له الفريق في آخر الأسابيع، ووجهت انتقادات كبيرة لبيب غوارديولا وإدارة مانشستر سيتي بسبب سماحهم لرحيل رياض محرز عن الفريق وعدم إيجاد بديل مناسب له حتى الآن. المدونين في موقع إكس تحدثوا عن مأساة مانشستر سيتي ورياض محرز كثيرا. نبدأ مع أول المدون والذي كتب: لقد انتقل مانشستر سيتي بالفعل من رياض محرز إلى سافينو، واحدة من أكبر حالات الانحدار في كرة القدم. مدون آخر تحدث عن تأثير رياض محرز وخوليان ألفاريز وقال: لا ينبغي أبدا التفكير في بيع رياض محرز وخوليان ألفاريز، كان بإمكان هذين اللاعبين أن يضيف المزيد إلى عمق الفريق يساعدان النادي كثيرا. ومدون آخر هاجم سافينو بسبب رياض محرز وكتب: لقد شبهوك بالوحش رياض محرز يا سافينو، وأنت لست قريب منه على الإطلاق، سأظل دائما حاقدا عليك. شاركونا أنتم كذلك آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.